تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم الأسبوعي معا ننهض، وتحت عنوان مقومات التصور الإسلامي، وهذه هي الحلقة 17. وتحدثنا في الحلقات الماضية عن مسألة المحور الثالث من محاور التصور، وكان المحور الأول عن محور الحق وهو الله جل جلاله، والمحور الثاني عن محور الخلق، تحدثنا فيه عن خلق الإنسان وخلق بقية الأكوان. ثم نحن نتحدث الآن في حلقات عديدة عن محور الرسالة والكتاب، ليكون ذلك تأسيسا لكتاب النهضة إن شاء الله. وكل النهضات وكل التحركات التي يؤسس عليها الإنسان مسألة العمران والاستخلاف في الأرض والبناء الحضاري، لابد أن تكون هنالك رؤية، وأن يكون هنالك تصور عن الإله وعن الطبيعة وعن الإنسان. وكنا نتحدث في الحلقات الماضية عن مسألة التطور التشريعي مع التطور الإنساني والبشري. كلما تطور الإنسان وانتقل من حالة إلى حالة، من حالته الأولية البدائية الأسرية إلى الحالة القومية ثم الحالة العالمية إن شاء الله كما سنأتي إليها، كانت دائما الرسالات تواكب الإنسان في هذا التطور، وترتقي معه شيئا فشيئا وترتقي به كذلك. كلما تعقدت المشاهد البشرية وكلما دخلت عناصر جديدة في الحالة الإنسانية والبشرية، كلما تطور التشريع مع هذا الإنسان، إلى أن بلغنا من الحالة الأسرية إلى الحالة القومية، ودخلنا في منطقة الدين والدولة من يوسف عليه السلام وموسى عليه السلام. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن يوسف عليه السلام وطبيعة مشاركته في الدولة التي كان يعيش تحتها، والتي بطبيعة الحال لم تكن على دينه ولا على ملته، فكان له دينه وللدولة دينها، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فواضح أن الدولة لها دينها الخاص وقانونها الخاص ونظامها الخاص، وكان ليوسف عليه السلام أيضا دينه وتصوره. ثم دلفنا بعد ذلك ودخلنا في موسى عليه السلام، وهو مرحلة متطورة كذلك في الجولة الثانية أو المرحلة الثانية لبني إسرائيل أو لأبناء إبراهيم عليه السلام. فالمرحلة الأولى كانت ما قبل يوسف، ثم المرحلة التالية لتلك هي إبراهيم من أبناء إبراهيم، هو مرحلة يوسف وما بعده. وهنا تجلت عندنا بصورة واضحة في الحلقات الماضية عن أن الدين بدأ يرتبط بصورة مباشرة في إطار منطقة الدولة، وعلاقة الدين مع الدولة وكيف تكون، سواء كانت مشاركة أو معارضة أو مقاومة أو مجاهدة. هذه تقريبا ظهرت عندنا مع يوسف عليه السلام ومع موسى عليهم الصلاة والسلام جميعا. ومع موسى عليه السلام تكامل ما يمكن أن نسميه بمسألة القيم الأخلاقية، تكاملت إلى أن وصلنا تقريبا ما يعرف الآن في علماء التفسير وعند علماء القيم مسألة الوصايا، وتعرف بالوصايا العشر. وردت هذه أو تكاملت هذه مع موسى عليه السلام. ونلاحظ أن المسمى الذي كانت تتطور تحته هذه القيم الأخلاقية هو مسمى الصراط، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى دوما اهدنا الصراط المستقيم. فالله عز وجل يتكلم عن الصراط في عدة سور، منها سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وكذلك في سور أخرى يتكلم أيضا عن هذا الصراط، كما جاء في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. نلاحظ هذه الآيات، آية 151 آية 152 اشتملت بصورة واضحة على الكليات
القيمية التي تشكل من موسى عليه السلام وما قبله المشترك الأخلاقي والقيمي، وستتواصل معنا بعد ذلك، ستتواصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهنا نلاحظ أن بعد قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وردت آية مهمة جدا في الربط ما بين الآية 151 و 52 وما بعدها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لندرك أن هنالك ربط ما بين الآيات. قال الله عز وجل ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. إذن أن تأتي هذه الآية بهذه الصورة ثم آتينا موسى، أي أن الله سبحانه وتعالى آتاه الصراط المستقيم ثم آتاه الكتاب الذي هو الشريعة، الذي هو شريعته، شريعة موسى عليه السلام. فكأنما الله سبحانه وتعالى يربط ما بين هذه الآيات. ثم بعد هذه الآية مباشرة ليكون التراكم والترابط متسق عندنا، جاءت بعد ذلك آية مباشرة بعد هذه الآية وهي قوله وهذا كتاب أنزلناه إليك وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذن نلاحظ أن هنالك حالة من التراكم التشريعي والتراكم القيمي والتراكم في المنهاج، وأن هذا صراطي مستقيما ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، ثم قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. إذن نلاحظ هذا الربط وهذا التدرج وبهذه الصورة. والله سبحانه وتعالى يسميه أحيانا الصراط كما في قوله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، يتحدث عن هارون وموسى قال وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. لاحظوا الآن الكتاب المستبين هو موضوع التشريعات كما في قوله ثم آتينا موسى الكتاب، آتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. إذن هنالك ربط. وهنا أيضا في سورة الأنعام ربط بطريقة من الطرق. ثم أيضا في سورة البقرة يسمي الله سبحانه وتعالى أيضا هذا الصراط نفسه يسميه الفرقان. فعند موسى عليه السلام إذا سمعت كلمة الفرقان فهي تعني الصراط وهي تعني الوصايا العشر، كما في قوله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان، ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان. إذن بما أنه دائما بعد الكتاب يأتي الصراط، والصراط هو الوصايا التي تحدثنا عنها في قوله تبارك وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم يسميه في عدة آيات كذلك يسمى بالفرقان. وهذا الفرقان هو نفسه الذي سينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة أيضا لاحقة، يعني امتداد لهذا الفرقان العام اللي هو مشترك ما بين الرسل، وسيكون للنبي صلى الله عليه وسلم فرقانه الخاص وقيمه الزائدة كذلك المتعلقة به مجموعة من التعاليم والأخلاق كما ستأتي في سورة الفرقان وسورة الحجرات. هذا يمكن أن نسميه بالفرقان الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشترك النبي صلى الله عليه وسلم مع بقية الرسل في مفهوم الصراط العام والفرقان العام، وهو كما قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذا نحن نلاحظ كيف أن هذا التطور، وهذا مهم جدا في موضوع التصور القيمي والتصور الأخلاقي، وكيف كانت تتطور التشريعات وكيف كانت ترتبط من حالة الدعوة المجردة إلى حالة الدعوة المقاومة للسلطات، خاصة بعد أن تطورت الدولة وتعقد مشهد الدولة وظهرت معنا دول وأنظمة على كل، خاصة في الحالة الفرعونية. هذه تقريبا مسألة مهمة جدا. في هنا نلاحظ حتى يرتبط معنا الأمر مع عيسى عليه السلام، عند موسى تسمى الوصايا وعند عيسى أيضا ستسمى الوصايا، ولكن سنلاحظ ما هو التفريق. هنا الله سبحانه وتعالى في شريعة موسى يسميها الفرقان، وفي شريعة عيسى سيسميها الحكمة. سنلاحظ التفريق ولماذا هنا سميت فرقان وهناك سميت الحكمة. وبعد ذلك وبذلك تكون الوصايا قد بلغت مداها عند موسى عليه السلام، مستوعبة كل القيم السابقة في الرسالات، ومع تكامل مسيرة الدعوة وبناء السلطة والملك والولاية والتحرير عند موسى عليه السلام، ومن خلال أنبياء الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل الذين كانت تسوسهم الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغت الدعوة ذروتها عند داود عليه السلام بعد أن تولى الحكم وتولى الإمارة وتولى قيادة الجيش بعد طالوت.
فبعد أن دخل طالوت في المعركة المعروف في سورة البقرة قال فقتل داود جالوت آتاه الله الملك والحكمة. هنا انتقل الأمر إلى داود بشكل طبيعي من خلال حالة جهادية فيها التحرير وفيها الدخول على كل إلى مرحلة جديدة في بني إسرائيل. وهنا سنلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى في سورة النمل يتكلم عن داود عليه السلام وعن سليمان عليهم الصلاة والسلام جميعا. هنا سنلاحظ دخلنا في دولة أكثر تعقيدا، وهنا المشهد انتقل من حركة دعوية مقاومة تسعى إلى الهدف الاستراتيجي لبني إسرائيل وهو الدخول إلى بيت المقدس وتأسيس دولة بني إسرائيل التي كانت بقيادة موسى الحركة الدعوية. لكن موسى عليه السلام ينتقل إلى ربه، وفي لحظة تاريخية حرجة بنو إسرائيل لم يكونوا أهلا لتلك اللحظة التي ينتقلون فيها إلى الدولة. أخلاقهم كانت متدنية، منطق النفس المهزومة كانت والمقهورة كانت متاحة بشكل كبير عندهم، حملوا أوزارا من زينة القوم. حالة الاستضعاف التي يعني عاشوها في ظل فرعون وفي ظل الحالة المصرية أدت بهم إلى أنهم غير مؤهلين للدخول إلى بيت المقدس الذي يتطلب جهادا عميقا وجهادا قويا عند قوم جبارين. فهنا نلاحظ أن الأمر يؤول بعد ذلك إلى رجل هو دون حالة النبوة، وهو أحد حواري موسى عليه السلام، ولكن المجتمع لما أنه تقوى وتعززت إرادته وتغيرت تركيبته النفسية من خلال التوهان التيه 40 عاما، هنا ظهر جيل جديد فعوضنا قوة القيادة التي كانت لدى موسى عليه السلام بقوة مجتمعية، وحصل بعد ذلك تحرير بيت المقدس ودخل الناس في دولة على كل أسست لبني إسرائيل. ولكن المرحلة التالية لهذه المرحلة هي مرحلة داود عليه السلام، وتطورت. نلاحظ هنا حصل التطور الكبير من خلال ملك داود عليه السلام، والذي عرف داود عليه السلام عرف طبعا بالصناعات الحربية، والصناعات الحربية ترتبط بطبيعة الحال بالجيوش وبالفتوح وبتحرير الأرض إلى غير ذلك. لكن بلغت ذروتها قضية الدين والدولة عند بني إسرائيل مع سليمان عليه السلام، الذي كانت دولته قائمة على العلم وقائمة على المعرفة وقائمة على معرفة منطق الأشياء كلها تقريبا، خاصة في منطقة الحيوانات ومنطقة الطير على وجه التحديد، وارتباط هذه الدولة بأنماط من الجنود. هؤلاء الجنود ارتبطوا كذلك بأكثر من ارتبطوا ليس فقط بالحالة الإنسانية، ولكن دخل في ملك سليمان عالم الجن، ودخل فيه عالم الطير، ودخل تسخير كذلك تسخير الله سبحانه وتعالى لملك سليمان، دخلت مسألة الرياح. فهنا نلاحظ أن سليمان أوتي ملكا عظيما، وهنا بلغت الدولة شأنا كبيرا جدا، وتسيطر على عالم الإنس وتدير كذلك في داخلها عالم الجن بل وعالم الحيوانات من خلال عالم الطير. وهنا طبعا بلغت علاقة الدين بالدولة قمتها عند داود عليه السلام. ثم بعد ذلك على كل حصل انحدار في بني إسرائيل، وهنا طبعا الحالة التاريخية نحاول نقفز عليها بعض الشيء، ما يهمنا فيه هو التطور التشريعي. حصل انحدار وحصل تراجع وحصل استضعاف وحصل نوع من التآمر حتى من بني إسرائيل على أنبيائهم، كما حصل مع زكريا وحصل كذلك مع يحيى عليهم السلام. هنا حتى كانوا يتواطؤون مع الأنظمة ومع السلطات القائمة على أنبيائهم ورسلهم، وهنا قصة طويلة جدا انحراف بني إسرائيل. في هذا الجو الذي كانت تسود فيه الدولة الرومانية بأنظمتها وبأدواتها القمعية وبتفسخها الأخلاقي الذي تشير إليه كذلك الكثير من الآيات، وخاصة الإشارة فيه واضحة عند الحديث عن مريم عليها السلام، كيف أن الله سبحانه وتعالى ضرب نموذجا خاصا بمريم في عفتها. وعندما يكون الحديث عن امرأة عفيفة في مجتمع، ويعني لما يكون الحديث عن امرأة واحدة عفيفة معنى ذلك أن المجتمع متفسخ إلى مدى كبير جدا، وإلا إذا كانت العفة منتشرة عند قطاع واسع فمن الصعب أن يكون الإشارة فقط إلى مريم. وهذه على كل مسألة تاريخيا ربما كان معروفة كيف أنه انتشر حالة التفسخ الأخلاقي. وهنا نلاحظ بأننا يعني ندخل شيئا فشيئا في
نمط ربما أو حالة جديدة من المنهاج، وهو أن يأتي عيسى عليه السلام. وعيسى هو عبارة عن امتداد لموسى عليه السلام، فهو بعث في بني إسرائيل، وهو امتداد لأنبياء بني إسرائيل، وهو كذلك امتداد لشريعة بني إسرائيل، خاصة شريعة موسى. وكانت المشكلة التي يريد أن يعالجها عيسى عليه السلام هو استعادة بني إسرائيل عن حالة الانحراف، وعودتهم من منطق الدولة القامع والعنف الذي كان يسود إلى منطق آخر، وهو منطق الحكمة والجمال. وهنا نلاحظ أن شريعة موسى عليه السلام كانت مبنية على الشدة والصعوبة والأغلال والآثار بشكل كبير، لأن بني إسرائيل كما ذكرنا بما كسبت أيديهم وبظلمهم وبتمردهم، وأن الله سبحانه وتعالى تعامل معهم بتشريعات قوية وصارمة، فكان كثير من التشريعات بالنسبة لبني إسرائيل فيها نوع من يعني ما يمكن أن نقول بالشدة بخلاف التيسير. ولكن جاء عيسى عليه السلام ليرفع عنهم شيء من الأغلال والآثار، ويعمل على نسخ بعض الأحكام، ويصحح لهم بعض ما اختلفوا فيه. فهنالك قضايا اختلف فيها بنو إسرائيل، فكانوا بحاجة إلى من يصحح لهم أين الصواب وأين الحق. فجاء عيسى عليه السلام ليكون مصححا ومكملا ومرتقيا ببني إسرائيل من أخلاقيات الشدة وكذلك الدولة الرومانية من منطق القوة والبطش والكبرياء إلى منطق التواضع والتيسير ومنطق الحكمة. ولذلك نلاحظ ذات الأخلاق اللي تلك الوصايا التي كانت تسمى عند موسى عليه السلام بالفرقان، نلاحظ تسميتها تختلف عند عيسى عليه السلام، فيسميها الله سبحانه وتعالى بالحكمة، ويعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل. فستلاحظ دائما يعني مع موسى عليه السلام كلمة الفرقان هي التي يدور عليها منظومة القيم. مع عيسى عليه السلام سيبدأ معنا مفهوم الحكمة، مع أن مفهوم الحكمة أيضا هو مفهوم له امتداد مع كل الرسل، يعني كل الرسل من آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. موضوع الحكمة هو التسمية العامة للمنظومة القيمية التي ترتبط بينهم وتكون جامعا لمفهوم الصراط. ولكن هنالك دلالات مهمة جدا للتفريق بين مفردة الفرقان ومفردة الحكمة. فمفردة الفرقان تليق برسالة موسى عليه السلام التي هي رسالة جلال وعظمة، وفيها نوع كما ذكرت من الشدة. ومنطق الحكمة يليق مع شريعة موسى التي هي شريعة جمال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فقال اتسمت شريعة موسى بالجلال، واتسمت شريعة عيسى بالجمال، واتسمت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالكمال، وهو أن تجمع ما بين الجلال والجمال. هنا نلاحظ أن عيسى عليه السلام كما ذكرت شريعته مكملة ومخففة لشريعة موسى عليه السلام. وقد جاء عيسى عليه السلام في ظروف فيها الكثير من يعني جاء في ظروف ضل فيها اليهود عن هدايات الكتاب المنزل إليهم وهو التوراة، وضلوا كثيرا عن شريعتهم، ولم تبق إلا أسرة واحدة تقريبا في بني إسرائيل متشبثة بالعهد القديم، متشبثة بالعهد والملة والشريعة. هذه الأسرة هي أسرة آل عمران. وأسرة آل عمران اصطفاها الله مما اصطفى من عباده. قال الله تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نلاحظ أن الله اصطفى هذه الأسرة، فضل كثير من الناس، لكن ظلت أسرة آل عمران التي منها زكريا ويحيى والتي منها مريم عليهم السلام جميعا. هذه الأسرة ظلت متشبثة بدينها، متمسكة بعقيدتها، متمسكة بشريعة موسى عليه السلام. وقد تتابع فيهم مجموعة من الأنبياء، خاصة تتابع فيهم في هذه المرحلة 3 من الأنبياء، زكريا ويحيى وعيسى. في هذه المرحلة ساد الطغيان والفساد في بني إسرائيل، وحرفوا كثيرا من العقائد، فصارت عندهم حتى مفهوم العقيدة، مفهوم الآخرة في العقيدة اليهودية تراجع بنسبة كبيرة، حتى ربما ساد عندهم أنه ليس هنالك دار آخرة وليس هنالك قيامة. وربما حتى هذه اللحظة هذه العقيدة عند كثير من اليهود أن الأمر ينتهي في هذه الدنيا وليس هنالك شيء آخر. وهذه المسألة طبعا بطبيعة الحال سيكون لها انعكاس في السلوك البشري الإنسان لما لا يكون هنالك يوم آخر ولا يوم الحساب وإلى الله المصير. هذه القضايا عندما تغيب في العقيدة الدينية
فإن الذي سيسود هو منطق البطش والشدة، وأن القوي يأكل الضعيف، وأنه لا مكان للضعفاء ولا مساحة للتراحم، وأنك لا بد أن تبطش بالناس وتمتع نفسك في هذه الدنيا. هكذا سيكون جنة الدنيا هي التي يتصارع عليها الناس، وهذا على كل منطق سائد حتى يومنا هذا في بني إسرائيل. ونلاحظ بأنه في هذه المرحلة قتل زكريا عليه السلام وقتل يحيى، وتآمروا مع بطليموس قائد الرومان على محاولة قتل عيسى عليه السلام، كما هو في العام 33 من الميلاد. وخلاصة الشريعة التي جاء بها عيسى عليه السلام حتى نربطها فيما نحن فيه في مقصودنا في السرد، وهو مسألة التسلسل القيمي في التشريع. شريعة موسى عليه السلام حددناها، شريعة عيسى عليه السلام هي عبارة عن موضوع التوراة اللي هو كتاب العقيدة وكتاب التوحيد وكتاب العلوم بالنسبة لموسى عليه السلام، ثم كتاب الإنجيل، ويسمى الأول العهد القديم ويسمى الإنجيل العهد الجديد. عيسى عليه السلام عنده العهد القديم وعنده العهد الجديد، بمعنى يستصحب معه كتاب موسى ويستصحب معه كتابه هو، ويعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل. فهنا التوراة هو كتاب موسى فيما يتعلق بالعقائد والعلوم والمعارف، والإنجيل هو كتاب أيضا عيسى عليه السلام فيما يتعلق بالعقائد والعلوم والمعارف، والكتاب هو شريعة موسى وشريعة عيسى مع بعضهم البعض. ثم الحكمة، هناك نلاحظ آتينا موسى الكتاب والفرقان، هنا يعلمه الكتاب والحكمة. فالكتاب هو نفسه اللي هو التوراة والتعديلات التي يجريها بأمر الله سبحانه وتعالى، والنسخ الذي يحصل، والتخفيف في بعض القضايا، بعض المحرمات يحلها وبعض الأمور يعني يخفف فيها. وكذلك موضوع الحكمة، وهو نفس الوصايا التي جاء بها موسى أيضا تتواصل مع عيسى عليه السلام. هنا نلاحظ بأن عيسى عليه السلام امتداد لشريعة موسى عليه السلام. فهنا الحكمة التي يعبر عنها القرآن هي القيم والوصايا. رابعا نلاحظ أن عيسى عليه السلام يقوم بتحليل بعض ما حرم الله على بني إسرائيل بأمر الله سبحانه وتعالى. خامسا التصديق لما في التوراة والتبشير بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلها قضايا جاء بها عيسى عليه السلام. ونخرج إن شاء الله فاصل ونعود إليكم بعد قليل، فلا تذهبوا بعيدا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض
مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدنا والعود أحمد، وكنا نتحدث عن رسالة عيسى عليه السلام، وباختصار ذكرنا بأن عيسى عليه السلام هو عبارة عن امتداد لشريعة موسى، وهو امتداد كذلك لرسل بني إسرائيل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، وظلت على كل رسالة عيسى خلاصتها ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فهنا نلاحظ العهد القديم الذي هو التوراة، والعهد الجديد وهو الإنجيل، والحكمة وهي الوصايا، وكذلك التشريعات المتعلقة بالكتاب. لفظة الكتاب إذا وردت مع عيسى عليه السلام ومع موسى عليه السلام فإنها تعني الشريعة، تعني الشريعة ولا تعني كل ما جاءوا به، بدليل قوله ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وكذلك ألف لام ميم، الله الذي لا إله إلا هو نزل الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. هنا نلاحظ كيف أن التسلسل واضح، أن الإنجيل التوراة الإنجيل الفرقان الذي هو الحكمة بالنسبة لي عيسى عليه السلام. أيضا هنالك ذكرنا قضية التحليل لبعض ما حرم الله سبحانه وتعالى، التخفيف عليهم. كانت هنالك بعض المحرمات، فكان محرم عليهم قضايا الشحوم، ومحرم عليهم ما التصق بالعظم من اللحوم إلى غير ذلك. على كل فيها تفصيل كثير في موضوع الشريعة. وكذلك كانت الشريعة نفسها فيها نوع من الأغلال والآثار، فخفف عنهم عيسى عليه السلام، وسيكمل هذا التخفيف بشكل كبير محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أهم القضايا التي جاءت في شريعة عيسى عليه السلام وأخبر بها باعتبارها واحد من قضايا الغيب والإيمان، الإخبار والإنباء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبرهم بأنه يأتي من بعده رسولا اسمه أحمد، فلما جاءهم طبعا كفروا به. لم يتمكن. الخلاصة أن هذه المسألة مسألة مهمة جدا، لأننا سنلاحظ هنا ستأتي إشكالية كبيرة جدا ربما ستصاحبنا إلى يومنا هذا، وهي الدين والدولة مع عيسى عليه السلام. هذه قضية مهمة. إذا كان رسل بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل ارتبطوا بالسياسة، وارتبطوا بالدولة، وارتبطوا بالتشريع، وارتبطوا بالمقاومة في هذا الاتجاه، أين عيسى عليه السلام من هذه المسألة؟ هنا سنلاحظ بأن عيسى عليه السلام لا نستطيع أن نقول ليست له شريعة، فشريعته هي نفس شريعة موسى، يعني له شريعة. إذن عنده العقائد، وعنده السردية الكونية التي دندنا عليها كثيرا، وعنده موضوع العبادات اللي هي الشعائر، وعنده الشرائع اللي هي قضايا الأحكام والتشريعات، وهي امتداد للعهد القديم، فكل ما كان جاء لموسى جاء إليه. إذا من جاء بعد موسى عليه السلام من الرسل كانوا يحتكمون إلى شريعة موسى، إلى أن من الأنبياء كانوا يحتكمون إلى شريعة موسى، إلى أن جاء عيسى عليه السلام امتداد لتلك الشريعة. إذا الحديث عن أن عيسى عليه السلام ما جاء بشريعة ليس صحيحا. هذه مسألة مهمة جدا في التاريخ التشريعي. يعني كثير من الناس للأسف الشديد يقول لك والله يا أخي عيسى عليه السلام قال ما لله لله وما لقيصر لقيصر. بغض النظر هذه المقولة صحيحة وليس الصحيحة، هي قد ترد في سياق السعي نحو تمكين دين الله سبحانه وتعالى في محطة من المحطات، أنه لا يجعل من أهدافه الصراع مع السلطة. لكن أن يقال بأن عيسى عليه السلام لم تأتي في شريعته ولم يأتي في رسالته مسألة التشريع والتفصيل، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الله يخبرنا بأن عيسى عليه السلام امتداد لشريعة موسى، وشريعة موسى فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف، هذه كلها شريعة موسى عليه السلام، وجاء عيسى مكمل لها ومتمم لها ومستمر في هذه المسألة. وله أيضا إضافات ستكون إذن شريعته أتم وأكمل، وسيكون فيها الكثير مما يمكن أن يضاف في منطقة الدولة ومنطقة الشريعة. لكن بما أن عيسى عليه السلام لم يستطع أن ينتقل من حالة الاستضعاف إلى منطقة الاستضعاف والملاحقة في ظل دولة شديدة وقابضة وأجهزتها متحكمة، وبدليل أنه أرادوا أن يقتلوه وأرادوا أن يصلبوه، بل بعض الآن النصارى يعتقدون بأنه صلب، لكن القرآن يخبرنا بأنه لم يصلب. فالشاهد أن الدولة التي كان
يعيش تحتها عيسى عليه السلام لم يستطع أن يتمكن على تعديل سلوكها أو التغيير لها أو التمكن ليكون هو وأنصاره من يحكمون في الدولة الرومانية في ذلك الوقت. وبالتالي نلاحظ أن عيسى عليه السلام لم يتمكن من إقامة دولة ولا التوسع في انتشار الدعوة بشكل كبير. يعني صحيح أرسل حواريه، أرسل أتباعه إلى مجموعة من المناطق وإلى مجموعة من الآفاق، كل واحد من هؤلاء كان يعتبر تلميذ من تلاميذ الذين يسموا الحواريين، كانوا تلامذة عيسى منتشرين، ولكن كل ذلك في نطاق الدعوة لا في منطقة الدولة والتمكين ولا التوسع في انتشار الدعوة. وحمل الحواريون الدعوة حمل الحواريون الدعوة على كل من بعده لفترة طويلة، فظلوا على عقيدته وعلى منهجه وعلى شريعته التي بعث بها. ثم بعد ذلك حصلت على كل المحطات، إن شاء الله سأحاول أن أختصرها حتى يتضح لنا كيف حصل التحول في شريعة عيسى للتخلص تماما من منطقة التشريع لتبقى على الأركان الثلاث اللي هي أو الأربعة تقريبا: موضوع العقيدة والإيمان، وموضوع السردية الكونية بشكل عام تصورها للكون، وموضوع الشعائر الحالة الروحية، وشيء من الأخلاق، وتتنحى الشريعة. هذا السؤال الكبير. كل هذه الجولة أيها الإخوة لها علاقة بكثير مما نحن فيه في قضية العلمانية على وجه التحديد. من أين دخلت علينا فكرة أن الدين والله الدين لله والوطن للجميع، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، لا نستطيع أن نتعايش إلا في ظل دولة تنحي الدين وتبتعد عن الدين. سنأتي إن شاء الله في هذا. هنا نلاحظ بأن عيسى عليه السلام أيضا مما جوبه بطغيان كبير جدا، وأصحابه كذلك جوبه بطغيان واسع. وهنا طبعا ستلاحظ كيف أن النصرانية أو المسيحية بدأت تنحرف عن أصول عيسى عليه السلام القائمة على التوحيد والقائمة على الالتزام بأمر الله والملتزمة بالإسلام باعتبار أنه هو الدين الذي بعث به جميع الأنبياء. وهذه الحالة التوحيدية عاشها عيسى وعاشها الحواريون وظلت لفترة. وهذه الدراسات حتى دراسات الأديان لكثير من الغربيين الآن الذين يدينون بالنصرانية لا يستطيعوا أن ينفوا بأن منطق التوحيد كان هو المنطق الأول بعد عيسى عليه السلام، ثم حصل الانحراف بعد ذلك. على كل هنا واجهت الدولة أتباع عيسى عليه السلام، وتصوروا بأنهم قضوا على عيسى وأنهم صلبوه، والله سبحانه وتعالى نفى ذلك وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هنا نلاحظ العنف الشديد من الدولة الملاحقة للأنصار والأتباع والحواريين أدى إلى فقد النصرانية لأصولها من خلال التحريف ومن خلال الامتزاج مع المعتقدات والفلسفات الوثنية، وذلك من خلال المراحل الآتية. المرحلة الأولى هي مرحلة عيسى عليه السلام والحواريين، وهذه مسألة الوحي والالتزام به. المرحلة الثانية وهو الذي يسمى في التاريخ المسيحي العهد الرسولي كما يسميه مؤرخو الكنيسة، وهو قسمين. العهد الرسولي هو المرحلة الأولى حصل فيها التبشير وبداية الانحراف، كان أتباع عيسى عليه السلام من بعده يبشرون وينشرون الدعوة ويتسعون في الآفاق، ولكن في هذه الفترة فترة الاتساع حصل هنالك تنكيل بالحواريين والأتباع، وقتل بعضهم وعذب البعض الآخر. ومع ذلك تواصل التبشير وانتشرت النصرانية في قطاع كثيرة. ثم ظهرت عقيدة التثليث بعد ذلك. هنا نلاحظ ظهرت معنا من عقيدة التوحيد أن الله واحد وأن عيسى بشر وأنه عبد الله ورسوله، والقرآن الكريم يؤكد على هذه القضية كلما سردت قضية عيسى عليه السلام إلا ويكون التأكيد: إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، في سورة مريم، في آل عمران، في غيرها. ظهرت معنا مع تطور الحالة العنف الذي تعرض له الحواريون وأتباع عيسى عليه السلام، حصل ظهور للتثليث، وهو الإله أو الرب والروح القدس والابن. فصار الله اللي هو الإله الحق معه الروح القدس اللي هو جبريل معه، وروح القدس هنا سيتجلى بعد ذلك في مريم عليه السلام. وعيسى عليه السلام اعتبروه الابن، فصار الرب أو الأب والابن والروح القدس. فصار هذا الثلاثي هو العقيدة التي بدأت بعد انحراف المسيحية عن عقيدة التوحيد. وهنا كما يقول كثير من علماء العقائد يقول هذا المنطق
التثليثي الذي يخالف العقل وعلم الرياضيات. لا تستطيع أن تقول 3 في 1، ولا يستطيع العقل أيضا أن يستوعب، فهذا المقدمات العقلية كلها لا يمكن أن تستوعب هذه المسألة. ولكن إلى هذا الوقت هنالك من يقول بذلك. على كل حصل عقيدة التثليث، وحصل شيء آخر مهم جدا وخطير في تطورنا التشريعي الذي نريد أن نتكلم عنه، وهو النسخ لشريعة موسى عليه السلام. حصل في محطة من المحطات، وهنا طبعا مهم جدا أن أشير إلى قضية ما بعد عيسى عليه السلام وحواريه وتلامذته نشأت المجامع التي تعبر عن الكتاب المقدس وتعقد مؤتمرات، وخاصة هذه المؤتمرات ظلت ترعاها في مراحل لاحقة، ظلت ترعاها الدول، وخاصة ما بعد القرن الثالث بدأت بعض الملوك والإمبراطوريات تتبنى الديانة المسيحية في الدولة، ويتبناها الرؤساء والملوك، ثم يتبنوا بعد ذلك مع هذه الحالة يعني يجعلوا الوضع الرسمي للقساوسة والرهبان يعطونهم وضعية معينة. فاجتماعات هؤلاء ولقاءاتهم السنوية ولقاءاتهم الدورية تعبر عن التعديل في الشريعة، التعديل في يمكن أن تنسخ، يمكن أن تعدل، إلى أن وصلنا الحالة البابوية. يمكن اليوم لاحظتم أو الأمس تقريبا كيف أن باب الفاتيكان يتكلم عن قضية أن المثليين أبناء الله، وأنهم لا بد أن تتشكل لهم أسرهم ولا بد الاعتراف بأسرهم. لاحظوا هذا المنطق، يعني من شريعة قائمة على التوحيد وقائمة على محاربة الرذيلة وقائمة على العفة وقائمة على القضايا اللي بعيدة كل البعد عن منافاة الفطرة، كيف أنها انحرفت لتصل بنا اليوم إلى أن البابا الذي يعتبر أعلى رأس في المؤسسة الكاثوليكية على وجه التحديد ليقول بأن والله المثليين أبناء الله. هذه ما كانت تخطر، لكن هكذا الديانة المسيحية في انحرافها بدأت بالتثليث وانتهت بنا الآن بالمثليين، وهذه المساحة ما بينها طبعا مساحات الانحراف واسعة وكثيرة جدا. وتبنى هنا طبعا حصل تبني لفكرة الابن الإله أو اتصال الإله بالأرض عبر الكلمة وهو الابن والروح القدس، ورتب عليها فكرة التثليث والصلب والفداء. وتوفي في روما طبعا في عهد نوروم، يعني في كلام كثير على كل أن الآن ما أريد إن شاء الله أن أذهب إليكم فيه، لكن يهمنا كيف أن هذه المسألة ظلت تنحرف النصرانية عن عقيدة التوحيد وعن شريعة موسى لتتخلى عنها تماما. فهنا لا بد أن ندرك بأنه اللحظة التي ارتبطت فيها في القرن الرابع تحديدا، ارتبطت فيها الدعوة بالدولة في فترات متأخرة عن فترة عيسى وتلامذته وحواريه. في هذه الفترات حصل انتكاسة في العقيدة وتخلي عن الشريعة، تخلي عن الشريعة لمصلحة الدولة، أنه كأنما دخل القساوسة الآن في مساومة مع الدولة، وهنالك إمبراطور تبنى الحالة الدينية وبدأ يشرع لهم ويقول نحن نبقي على العقيدة من خلال التثليث، ونلقي شريعة موسى العهد القديم، ونبقي على الحدود الأخلاقية الروحية، ونعتمد التشريع الروماني، يعني على مستوى القوانين يعتمد القوانين الرومانية. ومن هنا بدأت المفاصلة ما بين الشريعة وما بين الدولة في الحالة النصرانية. وطبعا صاحب الأمر على كلنا الاضطهاد. لكن هنا أشير إلى مؤتمر مهم جدا حصلت فيه تقريبا كل هذه الانتكاسات، وهو مجمع يسمى مجمع نيقيا سنة 325. اتخذ قرارا بعقيدة التثليث، يعني عقيدة التثليث هي قرار من مجمع من المجامع الكنسية اتخذوا فيها التثليث واعتبروا فيها عيسى عليه السلام إلها. وهنا رأينا تدخل السلطة في رسم مسارات الدين المسيحي بحسب الحال والمصلحة السياسية، توحيدا أحيانا وتثليثا أحيانا أخرى. يعني النصرانية بعد مؤتمر أو مجمع نيقيا اللي هو في 325 الذي حصلت فيه هذه الحالة من الانتكاسة والردة عما جاء عليه عيسى عليه السلام، أيضا لم تتوحد. فحصلت هنالك على كل بعض المواقع بدأت لا تقر هذا الأمر وتشبثوا بعقيدة التوحيد، وخاصة ما كانوا يعرفون بأتباع أريوس اللي هو الأريسيين كما جاء في الحديث. هؤلاء كانوا موجودين في مصر وموجودين في الحبشة، هؤلاء لم يقروا التثليث، ولعل النجاشي كان واحد من هؤلاء، فرفضوا على كل. لكن الشاهد أن الدولة من هذا التاريخ بدأت
تتبنى أحيانا التثليث وتتبنى أحيانا التوحيد بحسب الأتباع وبحسب الأنصار وبحسب انتشار الطائفة، إلى أن انتهت المسيحية إلى 3 مذاهب كبيرة على الأقل: الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستان. وهنا لكل طائفة من هؤلاء طبعا عقيدتها ومزاجها وتشريعاتها، وربما لا يعترف واحد بالآخر وقد يكفرون بعضهم بعضا. وهنالك طبعا تحت هؤلاء أيضا بعض المجموعات مثل اليعقوبية وغيرها التي هي مثلا في لبنان. الشاهد أن الدولة أفسدت بالنسبة للنصرانية، أفسدت الحياة تماما، لأنها نحت تشريع عيسى عليه السلام وتشريع موسى عليه السلام الذي هو امتداد بالنسبة لعيسى، فصل وأبقيت الدولة على التشريع الروماني. وهنا سنلاحظ بما أن الدولة قوية وراسخة، والتقليد الروماني واليوناني فيما يتعلق بالقوانين أيضا فيها الكثير مما يمكن أن يعتمدوا عليه، أخذوا فقط من المسيحية ما يمكن أن نعتبره من جانب العقائد بعد التحريف، وأبقوا على الجانب الأخلاقي وشيء من السردية الكونية. وهنا نلاحظ كيف أن الدولة كما ذكرت أثرت على الدين في توجهاتها وتوجه رجال الدين الموالين لها، ونشأت المذاهب الدينية التي ذكرناها. وفي ذلك طبعا مخالفة لما جاء في الأناجيل. لما جاء في الأناجيل نلاحظ أن الأناجيل كلها التي كانت على الأقل ما قبل هذا التحريف لم يكن فيها هذا التخريف الذي انتهت إليه النصرانية بعقيدة التثليث وغيرها. كما أن هنالك مسألة مهمة جدا: مع دخول السلطة أيضا في الدعوة، تحولت الدعوة من بني إسرائيل لتتسع بعد ذلك إلى نطاقات أوسع. فهي دعوة موسى عليه السلام هي لبني إسرائيل كما هي دعوة موسى عليه السلام، ولكنها اتسعت وأخذت بعدا عالميا. فهذا أيضا نوع من الخروج. كما ذكرنا كل الدعوات إلى عيسى عليه السلام دعوات قومية، وتبدأ الدعوة العالمية مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل، الخلاصة التي ننتهي بها من هذا التطور الذي ذكرناه في شريعة عيسى عليه السلام، وهذا التطور والمقصود هو كيف كانت حالة الاتصال والانفصال ما بين الدعوة والدولة، لأن هذا سيكون له تأثير كبير جدا في مسألة النهضة التي إن شاء الله نؤسس لها. عموما خلاصة ما ننتهي إليه في شريعة عيسى عليه السلام: الحالة القائمة في بدايتها كانت على التوحيد والشريعة المنزلة الجامعة بين شريعة موسى في العهد القديم وشريعة عيسى عليه السلام، وحالة جامعة كذلك بين التوحيد والإيمان والشعائر والشرائع والقيم الأخلاقية والعقوبات، وكانت خاصة ببني إسرائيل. أيضا حصل في هذه الفترة مع مرور الوقت انحراف وتحول عن التوحيد ليصار إلى التثليث من خلال الفلسفات ومن خلال تدخل الدولة في الشأن الديني. كما تم حذف المجال التشريعي ليبقى مفهوم الدين محصورا في المجال الخاص اللي هو العقيدة والسردية والأخلاق، ونسخ المجال التشريعي لصالح القانون الروماني في حالة تزاوج بين الدين والدولة في الحالة النصرانية. ولا يزال التحريف مستمرا كما ذكرت. ثم لم يتح للنصرانية، وهذه الخلاصة إن شاء الله التي ننتهي إليها، لم يتح للنصرانية فرصة الحكم بشريعتها كما أنزلت سواء في عهد عيسى عليه السلام أو في عهد الحواريين، ولكنها خضعت بعد ذلك لمنطق الدولة المهيمنة التي حذفت الشريعة وبدلت في العقيدة، ثم استخدمت بعد ذلك وظفت الدين في صورة من الصور، إلى أن وصلنا إن شاء الله إلى النهايات ما نحن فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وبذلك إن شاء الله نكون انتهينا من السرد التاريخي ما قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع شريعة عيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام نموذجه نموذج مهم جدا، لأننا من خلال ذلك أدركنا على الأقل كيف بدأت حالة الانفصال والخروج عن منطقة الدعوة والدولة والخروج عن منطقة التسييس الذي هو كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فابتعد على كل هذا المجال وتركت بعد ذلك الكنيسة، إلى أن جاءت في عهد لاحق تهيمنت الكنيسة أيضا ودخلت في المجال العام من خلال الدولة، وحصل ما حصل. لكن نقف إن شاء الله فيما يتعلق بالإطار التاريخي ما قبل محمد عليه الصلاة والسلام في هذه النقطة، وفي الحلقة